عايز مرتبك ما يقلش عن 20,000 جنيه مصري او اكتر وانت في ليبيا، هقول لك على 3 شغلانات يدوك مرتب كويس جدا جدا جدا، اقل حاجه 4500 دينار في الشهر. اول شغلانه بالنسبه للمطاعم يا جماعه، اول شغلانه هي الكوشه. الكوشه ديت هنا يعني ايه؟ بتعمل خبزه وبيتزا. دي يومياتها مش بتقل عن 150، ممكن 150 160 170 180 لغايه 200 دينار على حسب المطعم وعلى حسب الكميه. دي اول شغلانه. الشغلانه الثانيه الشاورما. الشاورما يا جماعه برضو يومياتها يعني من احلى اليوميات في الشغل، لان الشاورما مثلا لو بتعمل 30 كيلو ممكن تاخد ال 150 جنيه او 160 جنيه مرتاح، وممكن كمان يعني ما تخلصهم في 8 ساعات او في 9 ساعات او في 10 ساعات وتمشي. فالشاورما يعني تاني احلى شغلانه. الشغلانه الثالثه واللي جميله برضو جدا جدا هي التجهيزات. التجهيزات يا جماعه، التجهيزات كله، الدجاج، الصدور، الزنجر، الفاهيتا، كل حاجه. دي برضو من الشغلانات الجميله جدا 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 في ليبيا، واقل حاجه ممكن تاخدها فيها 150 160 دينار اقل حاجه. في ناس يعني انا كنت شغال مع ناس الله يبارك لهم كانوا بياخدوا 300 دينار في اليوم بس تجهيز يا جماعه. عشان الناس اللي بتطلع تقول لي فين المرتبات دي، تجهيز في مطاعم. انا بتكلم على شغل المطاعم. دول احلى 3 شغلانات ممكن ان انت تتعلمهم اول ما تيجي ليبيا، او لو انت في ليبيا وعاوز يوميه كويسه، عاوز مرتب كويس. هم دول احلى 3 شغلانات ممكن تشتغلوا في المطاعم وبيجيبوا فلوس كويسه: الكوشه، الشاورما، التجهيزات. في برضو لو انت برضو صنايعي، ان كان صنايعي محاره او صنايعي مثلا سباك او كده، في برضو بتبقى يوميات حلوه على حسب شغلك. بالنسبه لصنايعي المحاره بياخد من 140 ل 160 جنيه ل 160 دينار. ففي صناعيه ما دام انت معاك صنعه برضو تانية سباك او كده، وممكن بتشتغل حر وبجالك فتره، فطبعا هتجيب يوميه كويسه. بس انا بتكلم على شغل المطاعم. فلو انت في البلد قريب او لسه جاي، فدول اهم 3 شغلانات ممكن تتعلمهم. ما تستعجلش لما تيجي، اتعلم حاجه من ال3 دولت وقضي رحلتك وانت مرتاح.